الإخوة والأخوات، أرجو من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير على خير، تكونوا على أحسن ما يرام. مرحبا بكم معنا في الفيديو والحلقة ديال اليوم. غادي تكون واحد الحلقة اللي هي مهمة، وغادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو جد خطير والآن يتداول في الدول الغربية بطبيعة الحال، لأنهم هم السباقون، يعني ديما كيسبقونا بهاد المعلومات هادو، المعلومات اللي هي جديدة وشي حوايج اللي خرجوا اللي خصنا ضروري أننا نتكلموا عليهم قبل ما توقع شي حاجة. كل عاوتاني راه ما تكلم حتى واحد عليها ولا ما تجبداتش كاع اصلا، وتجي غير هكاك على غفله. ولكن قبل ما نبداو في هذا الموضوع هذا بغيت نذكر لكم واحد جوج حوايج. يعني الحاجه الاولى هو انه يعني الفيديو السابق بزاف ديال الاخوان والاخوات يعني لاحظوا بانه ذاك الفيديو تمسح ناس ديال النجمه السداسيه بلا ما نذكروا الاسماء، لحقاش خصنا نكونوا عارفين بانه مثل هذه المواقع هادو ولاو جد حساسه وكيتحسوا بزاف من هذه المواضيع هادو كيضرهم خاطرهم. لهذا غادي نتفاداو وغادي نتجنبوا اننا نبينوا شي حوايج فاش كتكون الخطوره ديال الموضوع. غادي نخلي لكم كل شيء، يعني جميع المعطيات في التليجرام. انا كنقول لكم من هنا يعني ما غاديش نبين فيديوهات، ما غاديش ندير بزاف د الحوايج حفاظا على هذا المنبر هذا اللي منه كنوصل لكم رسائل، لحقاش الا مشى هذا المنبر هذا ومره ممكن اننا نديروا لايفات حتى من القناه الاحتياطيه. لهذا اي واحد اللي بغى يدخل تمايا يدخل، اللي بغى يدخل التليجرام يدخل، اللي بغى يدخل القناه الاحتياطيه حتى هي يدخل، لحقاش غادي نبدا ان شاء الله ندير لكم فيديوهات من تما لايفات باش ان شاء الله نوصلوا بعض المعلومات اللي ما نقدرش نوصلها من هنايا. بعض الاخوان والاخوات قالوا على انه هذاك الفيديو ديال هذوك الناس ديال اصحاب النجمه السداسيه، فهذيك المجموعه الارثوذكسيه اللي هما اناس محافظين وهما واحد الناس اللي ملاح وناس اللي مزيانين وداك الشيء، حنا ما كنتكلموش على يعني هذا الشعب هذا كامل يعني بصفه عامه، وما كنقولوش راه كلشي خايب. ولكن نقول لكم واحد الحاجه، الناس اللي دافعوا على هاد الاشخاص هادو اللي لقاوهم يعني في دوك الانفاق ولقاو هاد الانفاق هادو والتعلق ما بيناتهم، ما بغاوناش نربطوا هذوك الخيوط، لحقاش كان نفس الحاجه وقعات في 2009 وهذا الشيء هذا ما بغاش هذا المنبر هذا اننا نذكروه ونربطوا الخيوط ما بعضياتهم. يعني داكشي اللي مدخل يعني في الاطفال وشي ديال ريتشوز وقراهبين وشي اعمال اللي هي اعمال سحريه، وحتى يعني فيها حتى بيع ديال الاعضاء البشريه وبزاف ديال الحوايج. فجبنا الفيديو وبغينا نلصقوا مع الفيديو الاخر ما بغاوش، قال لك لحقاش هذا الشيء هذا ماشي هو اللي كيوقع دابا، داك الشيء كان وقع بشحال هادي. علاش كتجبدوا شي حاجه وكتنبشوا في الماضي ديال شي حوايج اللي هي سريه وباغيين توصلوها يعني للمغاربه والعرب ولا باغيين توصلوها للناس؟ فخلي داك الشيء وخلي داك الجمل راكد، يعني بلا ما تفيقوا بلا ما ديرونجينا. عطيناك انذار، عاوتاني انذار مره اخرى، يعني هذا الشيء هذا على التوالي يعني جوج مرات. الفيديو فيه 1000 ديال لايكس، يعني برافو عليكم كاملين، يعني كتبينوا من هنايا بانه كاين بزاف ديال الناس اللي كيعجبهم هذا المحتوى هذا، اللي انا ما كنعتبروش محتوى ولكن كنعتبره رسائل وايصال للحقائق اللي كيخفيوها علينا. يعني هذه هي واحد الطريقه اللي ممكن اننا نتواصلوا منها، والحمد لله عندنا واحد المجموعه اللي هي كبيره وتبارك الله عليكم كاملين كنقول لكم من هنايا. لذلك الاعجابات ديالكم فهي واعره بزاف. الفيديو ديال اليومين هذه يعني في لايك كتبين بانه كاينين الناس كيف ما قلت لكم، ولكن الا شفتوا المشاهدات غتلقاو يعني تقريبا 6000 7000 بحال هكا، اللي هي امر اللي هو غير طبيعي وغير عادي. هنا كيبينوا لنا وكيفهموا لنا واحد القضيه اللي كتجي من تحتها ولا من تحت الرايه ديال الميس انفورميشن، ولا هاد المعلومات الغالطه اللي كيتكلموا عليها هما ولا طالما تكلموا عليها. علاش غادي يكونوا هاد يعني هاد الميس انفورميشن ولا هاد الداتا هذه اللي كتكون مراقبه لاي حاجه كتحطها ولا اي واحد اللي ممكن انه يوصل الصوت ديالو، فكتكون عليه واحد الرقابه اللي عن قرب. ما كنتكلموش حنا غير على الالغوريثمات اللي هي الكترونيه او شي حاجه اللي هي تكون متعلقه بالتكنولوجيا اللي غير كتلقط مثلا كلمات، ولكن كيحطوا اشخاص اللي كيراقبوا عن قرب يعني اش داك الشيء اللي كتقول. ممكن انهم حتى يكونوا كيتكلموا بنفس اللهجه واللكنه ديالك باش يعرفوا، وداك الشيء كيوصل لهم بطبيعه الحال وكيعطوك انذارات. يعني اما تنازل ولا غادي نعطيوك انذارات، غادي نحيدوك مثلا الادسنس اللي ماشي مشكل يتحيد، غير ما تحيدش القناه اللي كنوصلوا منها هاد يعني هاد الميساجات وهاد الرسائل هادو. او يعني كيبقاو يطيحوا على بنادم، يعني كيبقاو يزيروا عليك بشتى الوسائل والطرق باش انك تتنازل وباش انك تتبع داكشي اللي كيديروه الخوت ديالنا. طابهمش خوت ديالنا لانهم كينشروا غير التفاهات والامور اللي هي يعني ما عندها حتى علاقه بالواقع اللي كنعيشوا فيه، وانتم عارفين هاد المسائل هادو اللي هو امر اللي كيحفزوا عليه. الورث والجوائز اللي كيتعطاو ليهم فهي جد قيمه. يعني كتشوفوا الناس يعني دايرين فلوس جالسين ما كيخدموا حتى حاجه، يعني عايشين غير من الفلوس ديال اليوتيوب ولا الادسنس ولا هادشي. علاش؟ لحقاش بغاو الناس تبقى منومه وبغاو يبقاو عايشين في هاد الديستوبيان وورلد هذا كيف ما كيقولوا، والفقر المعرفي بالواقع والحقيقه بطبيعه الحال انهم منغمسين. وحتى يعني فاش كيبغي الناس يمشيو يعني باش يشوفوا شي اخبار اللي هي حصريه وشي حاجه اللي تكون حقيقيه، كيمشيو للمنابر الاعلاميه الرسميه. والمنابر الاعلاميه الرسميه فاحنا خصنا نكونوا عارفين شكون اللي كيتحكم في هذه المنابر الاعلاميه
الرسميه. القضيه ديال هاد النجمه السداسيه وهاد الناس هادو اللي كانوا دايرين هاد الانفاق هادو تحت الارض وهاد الشيء هذا كامل، الناس اللي بقى فيهم الحال وقال لك ما عجبناش هاد الشيء اللي قلتي وعلاش كتقول عليهم بحال هكا، فهما واقفين مع الاخوان ديالنا الفلسطينيين. واش كتعتقدوا بصح النيت واش الله عز وجل ما قالش بانه راه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ يعني شنو في هذا القران؟ نعيشوا في سلم وسلام، ما يقيسونا ما نقيسهم، ما يحاديونا ما نحاديوهم. هادشي هذا متفقين عليه، وبطبيعه الحال كل واحد يدخل سوق راسو. ولكن يعني فاش كيكون شي واحد اللي هو انسان اللي هو مسلم عربي ولا عنده اي صله ولا اي عرق، واخا يكون مخلط كاع ولكن يكون فيه شي عرق عربي ولا امازيغي ولا كيف ما بغى يكون، هادشي هذا ما عندوش علاقه بالعرقيات. يعني ما كنهضروش على العرق ولا الاصل ديال بنادم، ولكن كنهضروا على الاسلام. اي واحد عنده شي حاجه او علاقه بالاسلام كيف ما بغى يكون كردي ولا ما بغى يكون، فنتكلموا هنا على فرص. وفاش كتيح لهم هما الفرص باش يستغلوها كما يجب استغلالها وكيديروها وكيعرفوا لانهم يتقنون هذه اللعبه هذه، كيعرفوا كيفاش يستغلوا الفرصه. فاش كتوقع شي مصيبه او شي كارثه اللي هما اصلا من وراءها، يعني شكون اللي اسس هذا المنظمات هادو اللي راكم عارفين شنو اللي داروا بزاف ديال الحوايج وجرائم وهذا الشيء هذا وبينهم في التلفازه وما خلاو فين بينوهم الناس العالم كامل كلشي وصلهم هذا الشيء هذا. داك الشيء علاش كانوا كيديروه؟ كانوا كيديروا باش يشوهوا الصوره ديال المسلمين كاملين، ديال المسلمين كيف ما بغات تكون ناسيوناليتي ديالك، ماشي مشكل عندهم انك تكون عندك جنسيه كيف ما بغات تكون، هما انهم يشوهوا الصوره ديال اي شخص مسلم كيف ما بغى يكون. حنايا هنايا ما جبناش شي حاجه اللي هي بالكذوب، جبنا شي حاجه اللي هي حقيقيه وواقعيه. يعني هاد الناس هادو شدوهم تمايا ودايرين هاد الاشياء هادو وعرفوا القضيه انها فيها يعني هادوك الانفاق اللي لقاو داك الشيء اش غدير يعني الحكومه والدوله؟ قالوا باننا غنجيبو نعمروهم بالسيما وصافي ونسدوا داك الشيء وحتى حاجه ما كاينش. يعني ما كاينش حتى شي تحقيق او شي انفستيغيشن اللي داك الشيء خصهم يدققوا في شنو كان كيوقع في هادوك الانفاق. هنا يعني التستر على شي حاجه. فاش كنسمعوا التستر على شي حاجه ونمشيو عاوتاني ونلصقوا مع دوك الاحداث اللي كانوا من قبل، وهذه ممكن انها تكون حقيقيه، ممكن انها ما تكون عندها حتى علاقه بداك الشيء اللي كان واقع في 2009. والفيديو راه خليته لكم في التليجرام، داك الفيديو اللي تمسح من هنايا باش نعرفوا يعني شي ريوس كبار النيت للتجاره هذا اللي كان كيتم يعني ماشي غير في ميريكان ولا في نيويورك ولا في بروكلين ولا هادشي، كان كيتم هادشي هذا عبر دول. يعني الدول كانوا مدخلين فيه، ومنهم الدوله ديال النجمه السداسيه اللي اسوها فوق الجثامين ديال الناس الابرياء بطبيعه الحال اللي مازال حتى الوقت الحالي كيعانيو ومازالين كيموتوا، والعالم كامل يعني ضاربها بسكته الا بعض القله القليله. من هنا كنقول لكم وهذه الرساله هذه خصها تكون واضحه. هذه الحرب هذه فهي حرب اللي هي شرسه ديال ايصال المعلومه. الان شكون اللي كيدعم هذا الشيء هذا وشكون اللي كيدعم هذا السنسورشيب ولا شكون اللي كيدعم هذا الفاكت تشيكرز هادو اللي ولاو كاينين في جميع الاماكن، يعني في كاع البلاتفورمز كلهم كاينين. وعلاش كيتسدوا هاد القنوات هادو وعلاش كيحاربوا الناس اللي كتوصل الحقيقه؟ يعني علاش فاش كتكون كتخبي شي حاجه يعني راك داير شي زبله باش غادي تخبيها. راه الا ما كنتي داير والو ما تكلمش على شي حاجه حقيقيه، فعلاش غادي دير هذا الشيء هذا كامل؟ وعلاش غادي تخسر هذه الاموال اللي هي يعني كبيره بزاف وداعمين ديال هذا الشيء هذا كامل؟ يعني كاين الجوفرمنت، كاين الدوله، عاوتاني الجونسون جونسون ورجعوا للبيل اند ميليندا جيت. يعني شكون هما هاد الناس هادو؟ شكون كيدعموا بزاف ديال الشركات الاخرى اللي يعني مدعمين هذه الحمله هذه، الحمله اللي هي كبيره وقلت لكم شرسه جدا للغايه. علاش كيخبيو هاد الاشياء هادو ولا علاش كيهيئوا؟ باش عاوتاني ندير لكم واحد الاليرت في الراس ديالكم وواحد التحذير، لانه بزاف الناس كيعتقدوا باللي راه كلشي سهله، وحنا العالم اللي كنعيشوا فيه دابا راه ما عنده واحد الطعم وما عنده واحد الذوق وغير معاناه في معاناه. وهادشي هذا راه بزاف الناس غادي يكونوا عارفينه. حنا كنهضروا هنايا ما كنهضروش على السعاده، واحد ممكن انه يخلق السعاده من ابسط الاشياء، والحمد لله ربي اللي عطاه الصبر راه غادي يصبر على جميع الاشياء، وان شاء الله ندوزو من هاد المراحل هادو. ولكن في نفس الوقت خصنا نكونوا حذرين جدا ومستعدين. هادشي هذا اللي غادي يكون جاي في الطريق اللي من الممكن انه يهيئ له غادي نخليه لكم ان شاء الله. كاين واحد الفيديو اللي نقول لكم، فيديو اللي صعيب بزاف، خصني نتكلم عليه ضروري ومؤكد. وناس اللي عندهم ضمير ومازال كيوصلوا الرسائل، مازالين كيوصلوا هاد الرسائل هادو، كاين في الدول الغربيه فقط. ما غاديش نهضروا على التفاهات، ما نهضروش على شي حوايج اللي غادي يخليونا غير مع بعضياتنا تمايا جالسين شي كياكل في شي، ولكن غادي ننتبهوا، غادي نسلطوا الضوء على الحاجه الكبيره. وهذا الشيء هذا اللي غادي نديروه وكنديروه من خلال القناه هذه. الفيديو الجاي غادي يكون جد مهم ان شاء الله باذن الله، يعني بقاو مترقبينه. كيف ما قلت لكم وفسرت لكم يعني بعض المسائل والاشياء اللي كتوقع دابا في العالم، يعني التعتيم، هاد السنسورشيب هذه اللي كاينه، والمعاقبه ديال القنوات ومعاقبه ديال اي واحد اللي كيتكلم على مسائل اللي ما خصوش يتكلم عليها الكترونيا. حنا كنتكلموا الكترونيا دابا لحد الساعه هذه. هادشي هذا كله ما خصناش نسكتوا عليه، هادشي هذا خصنا نداولو، خصنا
نهضروا عليه. باش كتجيب الدليل وكتحطو قدام الاعين ديالهم فما كيعجبهمش الحال، الا قلتي كتقيس لهم الجهه اللي ضرهم، بحال شي واحد مجروح وكتمشي كتورك ليه على داك الجرح ديالو. وهذا الشيء هذا اللي درناه كيف ما قلت لكم ورينا لهاد الاشخاص هادو كخلاصه كيف ما كيحاولوا يشوهوا الصوره ديال الاسلام، مع انه اطهر واشرف منهم بكثير. فحتى حنا خصنا نبينوا ونعريو على هاد الفضائح ديالهم هادو، اللي ماشي غير فضائح ولكنها جرائم بشريه وجرائم شنيعه اللي كترتكب في حق البشريه فين ما مشاو موسخين بلاصتهم. الان هاد الغطاء هذا اللي باغيين يديروه ما بين الحقيقه والعالم الواقعي اللي كنعيشوا فيه والناس اللي كاينين حتى هما مازالين عايشين داخل الصندوق، هاد الشيء هذا علاش خصنا نتسائلوا كاملين. الفيديو الجاي ممكن انه يبين لنا بعض الاشياء اللي اكتشفوها واللي وصلوا ليها واللي من الممكن انهم كيهيئوا دابا باش نهار توقع ما توصل حتى حاجه. نرجو من الله عز وجل نكون وصلت لكم الفكره. ديروا الاعجاب وصلوا رساله الناس حتى هما، تهلاو ليا في راسكم كيف ما كنقولوا ديما ستي فري وسير على الله.